نتقصص وعبر، نعيش مع الحكاية، نتعلم من الماضي وتغني لنا السماء. كل قصة فيها درس يعيد الأمل، ويفتح لنا أبواب نور وعناية. من حكايات الأبطال منأخذ العبرة، فيها شجاعة وفكر ونية طايرة. كل حدث يعلمنا كيف نتجاوز صعوبات الحياة. جاء سعيد بن جبير الحجاج، قال له الحجاج: أنت شقي ابن كثير. فرد سعيد: أمي أعلم باسمي حين أسمتني. فقال الحجاج غاضبا: شقيت وشقيت أمك. فقال سعيد: إنما يشقى من كان من أهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ فرد الحجاج: لأبدلنك بدنياك نارا تلظى. فقال سعيد: والله لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها يعبد من دون الله. فقال الحجاج: ما رأيك فيه؟ قال سعيد: ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. فقال الحجاج: اختر لنفسك قتلة يا سعيد. فقال سعيد: بل اختر لنفسك أنت، فما قتلتني بقتلة إلا قتلك الله بها. فرد الحجاج: لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا قبلك، ولن أقتلها لأحد بعدك. فقال سعيد: إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. ولم يعد يحتمل الحجاج ثباته، فنادى بالحرس: جروه واقتلوه. فضحك سعيد ومضى مع قاتله. فناداه الحجاج مغتاظا: ما الذي يضحكك؟ يقول سعيد: أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فاشتد غيظ الحجاج وغضبه كثيرا، ونادى بالحراس: اذبحوه. فقال سعيد: وجهوني إلى القبلة. ثم وضعوا السيف على رقبته، فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: غيروا وجهه عن القبلة. فقال سعيد: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج: كبوه على وجهه. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فنادى الحجاج: اذبحوه. ما أسرع لسانك بالقرآن يا سعيد بن جبير. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خذها مني يا حجاج حتى ألقاك بها يوم القيامة. ثم دعا قائلا: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وقتل سعيد. والعجيب أنه بعد موته صار الحجاج يصرخ كل ليلة: ما لي ولسعيد بن جبير؟ كلما أردت النوم أخذ برجلي. وبعد 15 يوما فقط مات الحجاج، ولم يسلط على أحد من بعد سعيد. رحمك الله يا ابن جبير.